اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. طبعا انا ما جبتش رقاق في العيد وكنت عايزه اكله، وكل ما كنت بنزل اللي انا اجيب ما كنتش بلاقي. تمام. بعد كده كنت طالبه حاجات من السوبر ماركت وسالت اللي هو يعني في رقاق وكده. بعد كده قال لي ايوه في متوفر. جبت بقى اللي هو ايه الباكت ده في الكرتونه ده. كنت اول مره استخدم الرقاق اللي هو المربع ده. على طول كنت بجيب اللي هو الايه المدور. المهم بقى ايه، قلت اجربه. جبت بولة كده وكنت بسلق لحمة. اخدت كوباية من الشوربة وعليها نص كوباية من اللبن، ونزلت بمعلقة ربع معلقة صغيرة قوي من الفلفل الاسمر، ورشة صغيرة قوي من الملح. تمام تمام. الشوربة دي او اللبن بالشوربة ده اللي هنسقي فيه الرقاق. انتي ممكن لو مش عندك شوربة تسقيه بلبن بس، تسخنيه كويس جدا وتضيفي له رشة من الملح ورشة من الفلفل، بيبقى خطير. وبرضو لو ما عندكيش لبن ممكن عندك شوربة برضو بيبقى حلوة قوي. وفي برضو ناس يا بنات بتحب تسقيه من الشوربة اللي هي الكدابة اللي هي المرقة دي. بصوا اللي عندك يعني موجود عندك اعملي بيه. تمام تمام. هنا بقى ايه، جبت الصينية بقى وما نزلت بحتة سمنة محترمة كده، حتة سمنة بلدي كده. انا اول رقاقة مش هبلها، عشان ايه مش هسقيها في الشوربة واللبن ده، هسيبها كده هتشوفوا حتى. بصوا هكسره. طبعا هو كان المفروض اللي انا اعمله في قارب، بس انا يعني لقيت الصينية قدامي استسهلت بقى وقلت ايه مفيش مشكلة، حتى لو انتي كسرتيه بيطلع زي الفل، بيطلع متساوي بيطلع تحفة. هنا بقى ايه، ضفت بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه. اول طبقة زي ما قلت لكم مش هسقسقها ولا اي حاجة، هسيبها كده. والتانية بقى اللي هي ايه هسقسقها. وعايزة اقول لكم على خطوة يا بنات، بجد الرقاق علشان يبقى ناجح معاكي ويبقى مورق كده من جوه ويبقى طعمه حلو قوي، وانتي بتضيفي على كل رقتين او 3. طبعا انتي بتكوني جايبة بولة فيها معلقة سمنة، ضيفي عليها ربع معلقة بيكنج باودر. بجد بتخليه في حتة تانية خالص، بيبقى خطير، بيبقى مورق كده من جوه، بيبقى فظيع. طبعا دي اول طبقة ضفتها للرقاق. هنا بقى كسرته بضيفه كده. بصوا انا مش ببله جامد، يعني ايه يا دوب كده بسقسقه في الشوربه من الجنب ده والجنب ده. هعمل بقى الكميه اللي معايا. طبعا ممكن انت تضيفي 4 رقاقات من تحت و4 من فوق، وممكن تضيفي 5 من تحت و5 من فوق. ضفت بقى يا بنات 5 من تحت و5 ايه هضيفهم دلوقتي على رقة اللحم. بجد كانت اللحمة ريحتها خطيرة، كنت معصجاها بقى وكانت فظيعة. فردتها كويس جدا، وقبل ما اضيف رقة اللحمة ضفت زي ما قلت لكم معلقة سمنة عليها بيكنج باودر. زي ما قلت لكم بتنقل الرقاق في حتة 13. وهنا بقى برضو ايه هعمل الطبقة بتاعة الرقاق اللي من فوق. تمام. هنا برضو هسقسق اللي احنا عملناه في اول اللي هنسقسق الرقاق. هنا برضو ايه هنعمله بقى في الطبقة التانية، بيبقى خطير. عايزة تقطعيه بقى قبل ما تدخليه الفرن قطعيه، عايزة لما تطلعيه تقطعيه في كهل الحالتين عادي. شوفي انتي بتحبي تعملي ايه واعمليه. انا بقى ضفت باقي الرقاقات. طبعا هي اصلا الرقاقة كانت يعني حجمها قليل قوي، كانت صغيرة. هخلص بقى الكمية دي وهوريهولكوا بعد ما ايه قبل ما ادخله الفرن. يا بنات خلصت الرقاق وقطعته وضفت له بقى رشه من السمنه كده بالبيكنج باودر ودخلته الفرن. هنا طلع اول بقى ما طلعته غطيته 5 دقايق، وبعد كده بقى كليه بألف هنا وشفا على قلبكم.